بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليك حبيبتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبألف صحة وعافية. صبحتكم بأنوار النبي، صلوا على الحبيب مصطفى، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصفة اليوم اللي هي مبسس أو مثقبة، يعني الأسامي تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن الوصفة تبقى تقليدية من التراث الجزائري. يعني زدت عليها واحد الإضافات اللي زادوها بنة وخفة وتجي معسلة حتى للقلب. نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير وكيفية التحضير. أنا عندي نص كاس تاع زبدة، استعملت كاس نتاع 220 ملي اللي هو كاس الكازوز. زبدة مذوبة تقريبا واحد 100 غرام. استعملت كذلك ربع كاس نتاع زيت، نصف كاس تاع ماء هادي، وكيس نتاع فلون. ممكن ديرو بذوق الكراميل او انا درت هنا بذوق الفاني. درت قرصه نتاع الملح. نخلطوا هاد المقادير مليح مليح. انا عندي سميد متوسط تقريبا، هنا عندي بالضبط 2 كؤوس، لان الكاس اللي عبرت به نكمل به نتاع سميد كما قلت لكم، سميد متوسط نتاع المقروط، يكون نوعيه جيده. انا هنا شويه هاد النوعيه شويه، يعني لا باس، ماشي مليحه ماشي مليحه، لا باس بها. هنا درت 2 مغارف نتاع فرينه ونخلطو مليح. انا نخلطها يعني بدون ما نعجنها كما تشوفوا، يعني هاني نلم فيها، يعني مقادير مضبوطه ومضبوطه جدا. انا فقط هاني نمسح الكاس من داك السميد اللي بقى فيه. راح نعاود لكم المقادير. عندي نص كاس تاع زبده، ربع كاس تاع زيت، نص كاس تاع ماء عادي، كيس نتاع فلور اللي هي 50 غرام تاع فلور، رشاشه نتاع ملح، 2 كيسان تاع سميد متوسط، 2 مغارف نتاع فرينه. نخلطوه وراح نخدمها مباشره. حنا هاني دايره الزيت يسخن ومنقص عليه. تلاحظوا نحلها، لكن ما نحلهاش كاع رقيقه، نخليها شوي. كاين اللي بغى خشين هاد المبسس، كاين اللي بغيه يعني شويه متوسطه، راح نديرها انا متوسطه. وديروا يعني الطابع اللي يعجبكم. هنا اللي ما يبغيش المبسس معسل ممكن يدير السكر، ممكن يعني مع داك كيس الفلو يضيف تقريبا 2 ملاعق او 3 سكر، يعني وما يعسلهش. انا استعملت هاد الطابع نتاع الوردة، نتوما يعني استعملوا اي طابع يعجبكم. ممكن كذلك تقطعوها غير بالخدمي، يعني ديروه مقروطات، ديروا مربعات، لكم الاختيار. لكن صدقوني هاد الوصفة تجي ولا اروع بذوق الفلو، خاصة لما ديروا ذوق الكراميل تجي يعني داك البنة ولا اروع. يعني كاع كملتها قطعت لي هاد الكمية كما تلاحظوا. راح نبدا نقلي مباشرة. هنا كما قلت لكم درت زيت يسخن ودرتها على نار متوسطة، ونبدا نقلي فيه، يعني خليه يعني يطيب في غرضه. ما تزيدولاش، ما تقووش النار، يعني يتحمر ويجي من القلب نتاعه معجن، لا نقصوا النار باش يطيب في غرضه ويجي يعني مجمر. قلبوه على الجهتين ويطيب في نفس الوقت، يطيب من الداخل، يجي يعني مقرمش من برا ويجي معسل. العسل يدخل فيه حتى القلب نتاعه، يجي معسل. كما تلاحظوا راح نحمر هاد الكميه اللي عندي. وكما قلت لكم يعني اللي ما يبغيش العسل ممكن يعني يدير له السكر في العجين وما يعسلاش، يعني ياكله غير يقليه وياكله. ممكن كذلك طيبه في الطاجين، لكم الاختيار. انا نبدا نقلب فيه كما تلاحظوا. يعني وصفة تقليدية من التراث الجزائري، يعني مكاش اللي ما يعرفهاش، وكل منطقة وكيفاش تسميها.
كاين اللي يقولها المحرّف، كاين اللي يقولها المبسّاس، كاين اللي يقولها مثقّبة، يعني كل واحد. أنا شوفوا يعني أنا جمّرتهم شوية، نتوما ممكن يعني ديروهم مجمّرين أو ديروا داك اللون الذهبي، لكم الاختيار، كل واحد يعني وكيفاش يبغي الوصفة. أنا مباشرةً راح نديرها في العسل، يعني وهي حامية، العسل بارد باش تشرب لينا مليح ويجي العسل يعني حتى القلب تاعها. أنا راح نقلي الكمية اللي بقات لي. هنا يعني راه حامي، راح نضيف له العسل مباشرة. كما تلاحظوا نعسله ونديره في طبق التقديم إن شاء الله ونشوفوه جاهز. كانت هذه هي وصفة اليوم اللي هي المبسّس أو مثقبة، يعني بواحد الذوق مميز. كما لاحظتوا يعني درتها بذوق الفلو، تجي ولا أروع، تجي تذوب في الفم وتجي معسلة حتى للقلب مع كاس اتاي ولا كاس قهوة. نتمنى نكون تجربوا إن شاء الله وصفة اليوم لأنها وصفة صح تستحق التجربة، وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفات أخرى. سلام.